السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم ايوب، ومعاكم اليوم حلقة جديدة من سلسلة ماينكرافت. جاكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم هنقول لكم افضل مكان تقدر تعيش فيه في ماينكرافت. انا اقول لك بدك تجمع ما بين الفيلجر والقرية، ما بين البقرة المرشومة والقرية، ما بين أرض مسطحة وكل أنواع الخشب وقرية وفيلجر. صراحة أفضل من هالمكان ما في. أحط لكم رابط السيد في الوصف، وأتأسف على القطع صراحة يا شباب، كانت عندي ظروف، لكن صورنا أنا ومستر جيمر. أحط لكم رابط قنوات مستر جيمر وعلي إكس دي كلها في الوصف. فخلينا نقول لكم على السيد وتروح على أدريسين جديدة يعني. لا مش تكتب دبليو وبعدين اي بس، وبعدين زد اوكي. احط لكم رابط السيت في الوصف. زد بالشكل هذا، وبعدين تحط لك 3 اصفار، 1 2 3 بالشكل هذا هو. لا راح تعمل لك البحث عادي يعني. راح تشوف القرية اللي حتطلع لك. صراحة انا بشوف افضل من هالمكان ما في عيال. اول شي رسبنت القرية اوكي، وشوفوا الارض اللي مسطحة هنا، يعني ارتفع شوي بس شوفوا الارض. هنا في ارض مسطحة، هنا ايوه شوفون هناك في ارض مسطحة وايد، وراها في خشب. وشوفون هنا وش لقيت يا عيال، البقرة او هذا الشي، البقرة النادرة هاي مدري شي يقولوا لها، البقرة المرشومة مدري. وفيها لا تقول ما فيها ولا حاجة، وفيها الابقار. وين الابقار؟ بقرة ايوه هاي هي واحدة هنا زي ما تشوفون. فصراحة المكان خرافي يا عيال، المكان شايفين كيف خرافي. يلا دف اي الشكل هذا. فزي ما تشوفون انا كان ودي اسكن في المكان، لكن سيفري مو في المكان صراحة. فصراحة المكان مرة خرافي، جنبك قرية، جنبك بقرة اللي تعطيك اكل لا نهائي. خلينا نشوف الحداد وش حتلقى مثلا، وش حتلقى في الحداد. وين الحداد؟ ما ادري وين الحداد. وين الحداد؟ اظن ما في حداد في هاي، في قرى ما فيها حداد يعني، ما ادري. طيب وفي خشب هنيك، انا بديت اعمل جولة بس تبعد شوي تلقى خشب زي ما تشوفون، خشب وايد خشب يعني مسهلة عليك الحالة. هنا في خشب ابيض وهذا، وتمشي شوي اظن كمان تلقى. لا عليك انت مدام لقيت اكل لا نهائي هذا، او يمديك تاخذ معاك بقرة وترحل عادي يعني، وش فيها تسكن لك في قرية الزرعة هنا امامك. فصراحة المكان هذا وايد حلو. اصبروا بس، انا سمعت اني اقدر اجيب البقرة من اصبر بس ابي، لاني عمري ما استعملت البقرة هاي. اصبر بس كيف هذا. تعالي هنا حليب، اعطيني حساء. انا مو حليب يعني، تعطيني حساء. تعالي اعطيني حساء، اريد حساء. مو زي الابقار الاخرى هاي ما تعطيني حساء ولا شنو؟ وش اعطيك تاكلي عشان تعطيني حساء؟ اصبر نجرب. والله معليش يا عيال، احط لكم رابط السيد في الوصف، بس ابي اعرف كيف. ها خذي، تبي خذي انت. يلا اعطيني حساء، حساء. طيب ما في وعاء تاني؟ اعطيك لافا ولا شنو؟ وش اعطيك؟ صدر اركب فيه يعني؟ والله يا عيال لا تضحكون علي، بس كيف اعطيني قتلت بالغلط. ما لي في امل غير واحدة منك انت، لا عليك. طيب شو اعطيك؟ اظن الصحن مدري شنو تحط يعني. هنا تعطيني حليب، هنا اي شي فيه هلا اعطيني. ما تعطيني مدري ليش. طيب كيف وش اعطيك؟ بم 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 بم. في وعاء زي كذا اظن، هذاك الوعاء انا شايفه قبل كذا، صنعت منه مو شايفه يعني. والله ما ادري، بس انا نختم الحلقة. ما في. ما تعطيني بالهبار انتي؟ طيب كيف؟ هيدا هو. اصبر بس. هنا شوف كيف تعطيني بالوعاء هذا. اعطيني 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 اعطيني. مقارنة خفيفة في ملايين منه. طيب اوكي يا شباب، اتمنى المقطع عجبكم. راح احط لكم رابط السيد، مش رابط السيد يعني، هذا الرمز حق السيد، واحط لكم رابط قناة مستر جيمر، قناة علي اكس دي. اتمنى كل تبين بوسة خذي. فنرجع شوي. يلا كانت هذه القصة، باللايك سبسكرايب، خاف نقطة بحول الله. مع السلامة.